السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده نشارك معكم واحد الوصفه رائعه ولذيذه تنفعكم هكا العشاء الغداء، وسهله التحضير وكتجي لذيذه بزاف بزاف. ندوز معكم لطريقه التحضير. اول حاجه ناخذ مقيله ديالي فيها شويه ديال الزبده والزيت. ممكن انك ديريه الزيت ولا الزبده واحد فيهم، المهم هاد الميكس هذا كيجي زوين. هنايا غادي نحط شويه ديال البصله ونزيد عليها واحد شويه ديال الثومه صافي ونشحرهم مزيان. صراحه هاد الوصفه هادي كتجي لذيذه لذيذه وزوينه وتنفع هكا اي وقيته بغيت ديرها غدا عشاء. انا كنديرها صراحه غدا ولا عشاء، المهم العشاء الا كان بكري. صافي هنايا البنات درت شويه البزار وشويه ديال المليحه. هاد ما كنديرش فيها العطريه بزاف نهائيا. كنكتفي غير بالبزار ومليحه وكتجي زوينه. صافي هنا البنات غادي نزيد عليه الكروفيت عندي. ممكن انك ديري الدجاج، ممكن انك ديري كفته، اي حاجه ممكن ديريها. انا هاد الوصفه هادي بغيت نديرها بالكروفيت اللي كيتواتى مع لي زيبينا كما غتشوفوا معايا في الفيديو. غادي يكون فيها حتى لي زيبينا. هنايا غادي نقطعهم صغار، عندي شويه كروفيت شويه كبير، غادي يكون وسط البطاطا، يعني ضروري خاصني نقطعو. صافي غنقطع الكميه اللي عندي هنايا. خليت شي حبات هكا نزين بهم في الاخر في الطبق كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو. صراحه كتجي لذيذه لذيذه وزوينه ودغيا البنات كتوجد دغيا كتوجد، ما تاخدش منك كاع واحد 30 دقيقه. في هذا الوقت هذا اللي انا كنحضر فيه الكروفيت راه ديجا درت البطاطا تسلق، غير ما وريتهاش لكم. غادي نوريها لكم من بعد فاش نشحر الكروفيت ديالي. سلقت واحد شويه ديال البطاطا هنا. المهم البنات راه درت الكروفيت، ضفتو على ديك البصله والثومه اللي شحرت، راه دغيا كيطيب ما كياخدش وقت. صافي ونحيدو حيت باقي غنستعملو في نفس المقله غادي نديرو لي زيبينا. المهم هنايا البنات تيستوتو شفتو واش طاب، دغيا صراحه كيطيب. كي قلت لكم ممكن تستبدلوه بالدجاج بالكفته اي حاجه عندكم. ممكن ديروا نتوما الطون، تشحروا هكا ديك البصيله هكاك حتى طيب وتطفيو عليها وتتبرد وضيفوها على الطون وعمروا بها حتى هي غتجي زوينه. هنا البنات درت شويه ديال الزبده وغادي درت شويه ديال الثومه وغادي نضيف عليهم لي زيبينار اللي ديجا انا عندي. شريتهم هكا فريش وكنقادهم وكنقيهم وكنكونجليهم. ها هما البنات عندي كنخليهم هكاك ورق، هي كيبقاو كيتهرسوا هكاك شويه في الفريغو، ما كنقطعهم ما والو. كما كتعرفوا راه هما قيسهم العافيه كيهبطوا، ما كتحتاجيش تقطعيهم صغار وتكونجليهم، كتخليهم غير هكاك. كما شفتوا معايا درت البزار ومليحه فقط. البزار وملحه والثومه راه كتجي لذيذه في التشحيره ديال اي حاجه، كتجي بنينه. صافي هنا البنات بعد ما طاحوا ليا غنخليهم تينشفوا داك الماء كله اللي كيطلقوا ليا يتشرب ضروري. صافي هنايا غادي نجيب واحد الطبسيل اللي غادي نخلطوا فيه المكونات. كي قلت لكم هنا البنات البطاطا راه درتها في الاول سلقتها باش نربح الوقت. المهم كي قلت لكم ما كتاخذش الوقت الوصفه هذه، دغيا بطاطا راك دغيا كتوجد. داكشي اللي شحرت ديال الحوت دغيا كيوجد كيطيب، ما كتاخذش وقت بزاف، دغيا سريعه كتنوضي كتوجديها. صافي هنايا غادي نضيف عليهم داك لي زيبينار اللي طيبت وشويه ديال الزبده، وهنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس مخلطين وقرطهم. صافي هنايا البنات نحاول نمعس داكشي كلّه نمعكو مزيان مزيان حتى كيتجانسوا وديك البطاطا حتى هي تهرس ليا مزيان. ممكن انك تهرسي بطاطا هو الاول، تعجنيه هو الاول عاد ضيفي عليه المكونات. انا مزروبه باش تعرفوا بان الوصفه اصلا ما تاخدش لكم وقت، دغيا تجمعوا كلشي دقه واحده كما شفتوا قدامكم دغيا وجدات. ممكن انكم الا كنتو درتو بطاطا قبل هي الاول هرسوها باش تضيفوا على المكونات من بعد. هنايا البنات زدت شويه ديال الفرماج، عندي جوج انواع ديال الشيدار وموتزاريلا. ممكن تكتفيو غير بنوع واحد. ممكن انكم تزيدوا عليها غير شويه ديال فرماج هكا مثلثات حتى تبغيو تعمروا ديك البطاطا، عاد ديروا شويه ديال الموتزاريلا هكا باش يعطيك داك الداخل هكاك داك التعليكه ديال الفرماج. صافي هنا البنات جبت هذاك الطبسيل اللي غادي يدخل ليا الفرن. صافي غادي نشد ديك البطاطا غنحاول نقسمها. انا بغيت ندير داك الفرن هذاك الطبسيل كيهز ليا 3 ديال الكرات، غنحاول نقسم البطاطا هكا هي بعينيا باش يجيوني الكرات متساويين كما شفتوا معايا. قسمتها في الطبسيل غير هي بعينيا بالعبار هي بعينيا
باش نجيب هادوك الكرات متساويين هكاك في الفرن. المهم راه تجمع معاك، ما البطاطا ما تسيح معاك ما والو، كتكون مجموعة. صافي غادي نديرو هنا شوية ديال الحشوة ديال الكروفيت اللي عندي، وتمايا عندي شوية ديال الفرomاج تاني اللي ميكسيت بين شيدار وموتزاريلا، فرماج حمر زعما وفرماج الأبيض. صافي هنا البنات نجمعو دوك الكرات ديالنا على هاد الشكل هذا بطريقة بسيطة وسهلة. صافي ونستفوهم عندنا في الطبسيل اللي غادي يدخل الفرن. صراحة كتجي لذيذة وزوينة وسهلة التحضير، وياكلوها وليداتكم هكا اللي كياكلوا لي زيبيناغ. انا ولدي صراحة ما كياكلش ليا لي زيبيناغ، ولكن راه لذيذة البنات، لذيذة كتجي بنينة بزاف بزاف. صافي كنستمر على هاد الشكل هكا، كنبقى نستمر تنكمل كلهم الكرات اللي عندي بهكا حبات يكونوا متساويين البنات باش يجيونا في شكل واحد. صافي كنكون كملت الطبق ديالي دغيا ساليتو قدنيه هداك الشي كله كي قلت لكم قطعتهم بالتساوي، وحتى الحشوة راه حاولت نفرقها هكا بالتساوي باش تجيني كل كرة تكون عامرة قياس بحال بحال. وكنكون كملت الطبق ديالي هكا كيوجد. وغادي نحضر معكم، انا صراحة ما حضرتهاش في الفيديو، لكن تبارك الله كلشي كيعرف يوجد هذه الصوص بلونش. انا ما عنديش ديك الجاهزة، ما بقاتش عندي وصاوبتها. صاوبت واحد شي شوية اللي غادي نخويه على البطاطا ديالي باش ما تجيناش ناشفة البنات، تجي مشمعة بديك الصوص، وتجي محمرة من الوجه كما شفتوا معايا في الأول د الفيديو. وهنايا عندي شوية ديال الفرماج اللي بقى ليا وزدت عليه شوية ديال الربيع باش يعطيني داك اللون هكاك، داك اللون خضر. وداك الكروفيتات اللي طابو خليتهم حتى الأخير غادي نزين بهم الطبق ديالي. المهم هذا هو الطبق ديالي بعد ما كملته غادي ندخلو للفرن اللي فاش يتحمر ما ياخدش منا وقت حيت كلشي طايب. غادي ندخلوها البنات هي باش يتحمر لينا ديك الصوص وتاخد لينا داك التحميره هكا على هاد الشكل، كتجي رائعه البنات. شوفوا ما شاء الله هي اللون ديالها والصوص كي تشمعات كتجي بنينه، والداخل حتى هو الحشوه داك الفرماج حتى هو طلق وكلشي تعلك، والحياة كلها تتبان تما زوينة. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة هادي، الصراحة كتجي رائعة ولذيذة لذيذة بزاف البنات وسهلة التحضير. راه ما خداتش الوقت دغيا كتوجد وشي حاجة مختلفة. كي قلت لكم ديما نحاولوا نغيروا في الأطباق ديالنا. كي ممكن أنك تقدمي هادو بطريقة عادية، تسلقي بطاطا وتصاوبي هكا لي زيبيناغ تشحري مع الحوت وتحطي هكا في الطبسيل. كي ممكن هكا نبدعوا شي شوية ونحطوا أطباق متنوعة. العين راه كتاكل قبل من الفم، ضروري كتعجبنا الحاجة ونقادو الطبق ديالنا وكيجي على هاد الشكل رائع وأكثر من رائع ولذيذ لذيذ بزاف. ونتمنى تعجبكم الوصفة ويعجبكم طريقة التقديم ويعجبكم لي فيديو ديالي وتكونوا كتستافدوا معايا. وشكرا لكم بزاف على المتابعة، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا على الدعم ديالكم. ان شاء الله تكون عجبتكم القناة ومرحبا بكم، ومع السلامة حتى نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.